يعني اكو ناس توصل الى 20 بالشهر ما عندها فلس واحد، لان صار لها شهر ونص ما مستلمه راتب. من تحرم الموظف من انه تنطيه راتب، هذا يعني انه اولاده راح يروحون المدرسه بلا اكل. احنا فقط نريد حقوقنا، ليش تجون تحاربونا في قوتنا؟ الله اكبر. بس لحظه اختلي بنفسي لان تاثرت. لك ليش يا حكومه المركز ما تقولون الموظفين هذا ما ندز لهم ومن يصرفون وشلون يعيشون؟ بعدم إرسال أي مبلغ من رواتب موظفي الإقليم في هذا العام الجديد إلى الإقليم. لا تضعوا قوتنا تحت أيادي اللصوص والمنافقين في الإقليم. ست فيان هذول موظفيكم اللي طلعت تداعين برواتبهم طلعوا يرفضون ارسال رواتبهم لحكومه مسرور البرزاني حتى لا تباق. والله واحد مثل هذا وكاتب على واحد مثل السيد مسرور البرزاني وبكل هذا نضاله وبكل هذا تعبه وسنين هم يقارعون دكتاتوريه، يجي واحد مثل هذا يكتب عليه هيك هذا ولا ينرد عليه. ايه صح والله صحيح. ايه عائله البرزاني وخصوصا كاك مسعود ومسرور البرزاني اكبر من ان يبوقون رواتب الموظفين، بس هم نعطيهم تهريب نفط استعديه بي داعش. حجم صادراتنا في اوبك مسجل تقريبا 3.6 300 ألف برميل مخصومه من صادراتنا اليوميه، هو سببها التهريب الحاصل في الاقليم. طالبت اوبك انه العراق ان يخفض من انتاجه لانه اكو بالسوق العالميه نفط يباع باسم العراق. 200 الى 250 برميل انقطعت من حصه البصر. 280 الى 300 الف برميل ده تهرب من الاقليم. نعم. تخيل اليوم لدينا 400 صهريج محجوزات في افغانستان، نفط مهرب من اقليم كردستان. والاوبك طلبوا من عندي تخفيض. اوبك دزت لنا كتاب، اخويا منظمه اوبك قالت عندكم نفوذ جاء تطلع بصوره غير شرعيه من الاقليم ويهرب ويسجل باسم العراق. هاي هسه هاي مو اول مره نسمع بتهريب النفط من اقليم كردستان، ولا اول مره نسمع بحجم النفط المهرب، وماكو عراقي ما يعرفوا بهاي المعلومه. بس مال النفط المهرب تروح فلوسه بجيوب القشقشيه والنايمين للظهر، واحنا نشيل الدعوه. هاي جديده هاي. انت بتقول كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه. ابسطها لك سهل. سابقا حكومه الاقليم كانت مو حكومه الاقليم، كان يتهرب منها نفط من دون ما تدز دولار واحد من وارداته. طيب بالمقابل حكومه المركز ملتزمه بدفع رواتب موظفي الاقليم من فلوس النفط اللي يندز عن طريق اوبك. اوبك بالجديد قالت للعراق خفض تصديرك من 3 ملايين و600 ألف برميل إلى 3 ملايين و300 ألف برميل، لين دا يجينا 300 ألف برميل من إقليم كردستان، وهذا راح نعتبره من حصة العراق. قوم سوي لنا محل